السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أجمل الوصفات معايا. نتمنى لا فيديو يلقاكم في صحة جيدة يا رب. إذا كنتوا أول مرة غادي تزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد الوصفات، وما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع الأهل والأصدقاء. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا قريشلات عاشوراء اللي كيجيو هشاشين رطبين، غادي يعجبوكم ان شاء الله. بالنسبه للمكونات عندي 125 غرام ديال الزبده للدا، اي زبده كتفضلوا. كذلك عندي حبه من البيض، ربع ملعقه من الملح، وكيبقى الملح على حسب الذوق، ملعقه ديال السكر، وملعقه ونصف ديال الهريسه اللي تكون حاره، وكيبقى الحار على حسب الذوق. غادي نخلط هاد المكونات ديالي مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. غادي نضيف لهم ربع كأس ديال الزيت النباتيه، كذلك غادي نضيف ملعقه ديال المطارد اولا الخردل. وهنا انا ضفت شويه ديال الحار اللي كيكون مجهد ستار، كيبقى كيف ما قلت لكم الحار على حسب المتوفر. كذلك غادي نضيف جوج ديال القطع ديال الجبن المثلث، وغادي نخلط هاد المكونات ديالي مزيان. الا ما بغيتوش هاد القريشلات يكونوا حارين ممكن تستغناو على الحار. هنا غادي نضيف نصف ملعقه ديال البابريكا اللي هي التحميره، ملون اللي غادي يعطينا اللون لهذا المملحات ديالنا. وغادي نبدا نضيف الدقيق على حسب الخليط اللي عندي، غادي نضيفه تدريجيا. انا هنايا ضفت في المجموع 250 غرام ديال الدقيق. دائما الدقيق كيبقى على حسب النوعيه، ضيفوه تدريجيا باش ما يجيوكمش هاد القريشلات قاصحين. صافي من بعد ما غادي ندير الكميه ديال الدقيق الكافيه، غادي نحاولوا اننا نجمعوا داك الدقيق اللي كيكون في الجوانب. كيف ما كتشوفوا راه ما كندلكش العجينه، يعني غير كنحاول انني نضغط عليها بالاطراف ديال الاصابع وكنجمع. كيكون هذا هو الشكل ديال العجين ديالي. غادي نديرها في السلوفان وندخلها للمجمد 10 ديال الدقائق. هنا من بعد ما خرجتها من المجمد غادي نقسمها الى جزئين، كل جزء غادي نديروه باللي متوفر عندنا. هنايا انا ضفت زيت الزيتون اللي كان متوفر عندي، ممكن تضيفوا الزعتر، يعني دائما على حسب الذوق، ولا ممكن ديروا حتى 4 ديال الشكيلات، كل شكيل تضيفوا فيه واحد اللمسه. غادي نخلط مزيان حتى كينسجم داك الزيتون اللي ضفت، اللي قطعت من قبل الى قطع. وهنا غادي ندير شويه ديال الدقيق باش ما تلتصقش ليا ملي نكون نبدا انني نبسطها. غادي نبسطها بالمدلك. حاولوا انكم ترققوها غير ما تكونش رقيقه بزاف. ومن الاحسن الى عندكم ورق الزبده تخدموا به، لانه غندخلوها في الفرن بورق الزبده. غادي نقطعوها ونخليوها في ورق الزبده وندخلوها للفرن. صافي انا حاولت انني نشكلها على شكل مستطيل اولا مربع، وكنقطع هذوك الجوانب اللي كيكونوا خاسرين. صافي غادي نبقى نقطعها الى شرائح اللي كتكون طويله. نتوما قطعوها بالشكل اللي بغيتو. نحاولوا اننا نقطعوها بطريقه متساويه، وكيبقاو الشرائح اولا القطع على حسب اللي بغيتو نتوما. ممكن ديروهم غلاضين شويه اولا رقاق، وكيف ما شفتوا غادي نقسم على جوج. هنا في هذه الاثناء كتشعلوا الفرن حتى كيسخن،
على 180 درجة، وكتحمروهم، يعني كيبان لكم أنهم تحمروا شوية من التحت، كيعطيونا واحد اللون ذهبي من الفوق، وكنزولوهم. بالنسبة لهاد العجين السوداء كذلك اللي ضفنا ليها الزيتون، غادي نقطعوها، نديرو ليها يعني شكل آخر، نحاولوا أننا نبسطوها كذلك. نحاولوا أننا نعطيوها واحد الشكل اللي مربع أولا مستطيل، باش ما يكونش عندنا يعني العجين خاسر عندنا بزاف. صافي كنقطع غير دوك الزوائد اللي كيكونوا من الجناب باش تجيني مقاده العجينه من الأول. صافي وكنقطعها على شكل مثلثات، يعني بهذا الشكل هذا. أنا فضلت أنني نقطعها بالجرارة باش يبقى عندها داك الشكل مشنف من الجوانب. كندخلها في هاد الأثناء للفرن حتى كطيب، وهذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. هاد جوج اشكال صراحه اللي كيجيو غزالين، فيهم واحد المذاق اللي رائع لا بالنسبه للشكل الاول ولا للشكل الثاني. نتمنى انكم تجربوهم، كيجيو هشاشين وطريين، وكيجيو فيهم واحد المذاق اللي غزال بزاف. كذلك هاد الشكل الاخير اللي ضفتو غير من البقايا ديال العجين اللي بقات متوفره عندي. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. والى هنا وصلت معكم النهايه ديال الفيديو ديالي. الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده.